تخيلوا ان اغلبنا ماشي في الدنيا من غير ما يعرف ان جواه نور. امتى اخر مرة سمعت جواك صوت مختلف؟ ربنا قال ونفخت فيه من روحي، قوة النفس اللي هي كانوا بيطلقوا عليها اسم كا، وقوة الروح اللي هي كانوا بيطلقوا عليها اسم با. الحقيقة انك نور، والظلال دي مجرد حجب. اياك انك تحتقر نفسك. اصل النور ده يا جماعة زي العضلة بالظبط. لو تعمل 1% بس كل يوم، النور هيغير حياتك. هنفصل كل محطة علميا ودينيا وروحيا ونفسيا. اعملوا ثورة على المحظورات. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كم مرة قابلتوا حد شكله واثق جدا في نفسه وطاقته عالية وأموره كلها تمام؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. الجنة والنار جوه مخك انت، والعذاب والنعيم اسقاطات من عندك انت. صباحكم ومساكم نور، وحياتكم كلها نور. أهلا بيكم في الحلقة الأولى من بودكاست النور اللي جوانا. عنوان كبير، يمكن صعب، لكن في الحقيقة هو أهم موضوع في حياتنا كلنا بدون استثناء. وأنا هنا جاي أبشركم اللحظة دي هي اللحظة المناسبة اللي نستحق كلنا نفهم فيها النور ده ونتعرف على أقوى طاقة في الكون. هنحاول مع بعض على قد ما نقدر نجاوب على أهم سؤال في حياتنا: هو أصلا في نور جوانا؟ طيب ليه مش حاسين بيه؟ ولو حسينا بيه ليه مش بنفضل حاسين بيه على طول؟ ليه مش ثابتين عليه؟ ليه مش بنحقق بيه إنجازات في حياتنا؟ طب إزاي يا جماعة نسمعه؟ إزاي نتعامل معاه ونحافظ عليه؟ وإحنا هنا على فكرة مش جايين لا ننظر ولا جايين نقدم وصفات جاهزة أو محاضرات، أبدا لا سمح الله. إحنا هنا جايين عشان نتشارك ونتفاعل، عشان أستفيد قبلكم ومعاكم. ما هو تخيلوا أول مكسب في رحلتنا هنعرف إن النور ده بيشتغل بقانون بسيط: كل ما تتفاعل معاه وتشاركه وتنشره، نورك ونور كل اللي حواليك يزيد. الفكرة دي تم تناولها بعمق في كتاب The Book of Wisdom لمؤلفه هاري جوزيف، كتاب الحكمة اللي شاف إننا عايشين داخل شبكة نور واحدة، سماها مجال كهرومغناطيسي مضيء بيؤثر ويتأثر بالتفاعل مع كل حد وحاجة حواليه. لقى إن الإنسان مش مجرد جسم ماشي في الدنيا ولا روحه محبوسة جواه، لكن توصل إلى إن حوالين كل واحد فينا مساحة حية، مجال خفي غير مرئي للعين المجردة، بس مرصود ومتصور بأجهزة وبأشعة كتير، بيتكون من نبض القلب وإشارات في المخ ومشاعرنا اللي احنا بنعيشها. العلم ده بيتسمى المجال الكهرومغناطيسي المضيء للجسم، وبيشير انه بيمتد في المتوسط من 3 ل 6 قدم حوالين اي انسان. لكن احنا يا جماعة بنسميه اسم ابسط من كده: نور او هالة. النور او المجال الطاقي ده مش ثابت، بيعلى وينزل حسب وعيك وسلامك وحقيقتك مع نفسك وعوامل تانية كتير. تخيلوا لما شخصين يقربوا من بعض، نورهم بيتقابل قبل ما ايديهم بتتصافح، وبيحصل تأثير متبادل: تهدئة، ثقل، طمأنينة أو اضطراب. علشان كده وجود أي إنسان واحد نوره صافي في مكان بيغير الإحساس في المكان كله، أو العكس. والأعجب إن هم اكتشفوا إن أي شخصين بيتقابلوا المجالات بتاعتهم بتقرب من بعض وبتعمل أو بتولد مجال كهرومغناطيسي نوراني جديد، زي مساحة مشتركة، مساحة توازن وتقابل ما بينهم. إما تاخد من طابع واحد فيهم أو الاتنين. علشان كده فكرة إن النور بيتشارك بين الناس دي مش وهم ولا ده كلامي، ده كلام مثبت فعلا. الأهم بقى إنك تبقى واعي لده علشان تحافظ على طاقتك
ولما نورك يزيد حياتك كلها هتتلون بألوان ملهاش سقف ولا نهاية. وهنا قبل ما نكمل لازم نقف بقى لحظة ونشوف المشهد ده قدامنا. كل واحد فينا عنده لمحة من اللحظة اللي حس فيها ان جواه حاجة مضيئة، حتى لو كانت لحظة سريعة، لحظة حصلت وانت ماشي مثلا لوحدك، او انت قاعد قدام البحر، او انت بتصلي، او حتى وانت راكب عربية وسمعت جملة في اغنية فجأة حركت حاجة جواك. اللحظة اللي بتحس فيها انك مش لوحدك، في ظهر سندك، في عين بتشوفك بتحرسك واخدة بالها منك، في نور جواك بينور من غير ما حد بيتدخل فيه. اللحظة دي هي أصل الرحلة بتاعتنا، وكل اللي بنعمله دلوقتي إن احنا مش بنصنع نور، لأ، احنا بنرجعك للحظة اللي ربنا حط فيها أول شرارة نور فيك. تعالوا نتخيل سوا الرحلة من أولها زي يوم أجازة جميل نمشي فيه من الصبح لغاية المغرب. جنينة حلوة واسعة فيها هوا نظيف، مكان انت فعلا فيه تبقى مرتاح ومتصالح مع نفسك. مش هنسمح لحد يدخل المكان ده غير الناس والحاجات اللي انت بتحبها وبتريحك. الرحلة دي على فكرة مش رحلة روحانية أو رحلة دينية، لأ، دي رحلة تنوير للعقل. العقل اللي هو أهم جهاز في نظام الطاقة اللي بنسميه جسمنا، وأهم بوابة بيعدي منها أي نور. علشان كده لو عايزين نكتشف النور اللي جوانا بجد لازم هنعدي سوا على 5 محطات أساسية، 5 مراحل، محطات بسيطة في ظاهرها لكن عميقة جدا. لو عرفنا نمشيها واحدة واحدة ده هيبقى الإجابة عن سؤال أول الحلقة: هو فعلا في نور جوانا؟ أيوة فعلا في نور جوانا، بس لازم نعرف إننا بنتعامل مع نور له بناء كامل، جسم كامل على بعض، له بنية أساسية وقواعد، له حيطان وأسقف وقمة، كله متركب ومترتب على بعض. يعني ما ينفعش يا جماعة نقرأ سطر ونسيب سطر، ما ينفعش نزور مرحلة ونسيب مرحلة، ما ينفعش نروح محطة ونتكل على المحطة اللي بعديها. جهاز كامل متكامل مكون من القلب، العقل، أجهزة الجسم. لا ينفع تعدي على مرحلة وتسيب اللي بعدها أو اللي قبلها. كل محطة من البناء ده بتتفاعل وبتكمل التانية، والأهم إن البناء ده وحدة واحدة. المحطة الأولى الوعي بالنور، ممكن نسميها الصدمة. المحطة دي أخطر محطة في الرحلة كلها. تخيلوا إن أغلبنا ماشي في الدنيا من غير ما يعرف إن جواه نور، جواه أقوى طاقة ربنا خلقها على وش الأرض، أقوى من الطاقة النووية وأسرع من سرعة الضوء. طاقة بتحرك وتنور، بتشفي وبتبارك، بتغير، بترزق، بتفتح أبواب ما كناش نعرف أساسا إنها موجودة. زي في علم الفيزياء الكمية اكتشفوا إن أصل الخلايا اللي بتشكل جسمنا دي عبارة عن جسيمات اسمها فوتونات. الجسيمات دي اكتشفوا إنها أصلها طاقة نبضية ضوئية زي القلب، بتنبض، تتمدد وتنكمش. في كل مرة بتيجي بنبض بتيجي بشكل مختلف عن الشكل اللي قبليها. لما يحصل نظرية الكولابس ووعي تاني يقع عليها أو نور يقع عليها، الخلية دي اللي هي الجسيم يبدأ يتشكل لها كثافة وصلابة. يعني أصلا إحنا وكل حاجة حوالينا أساسنا طاقة، أساسنا نبض ضوئي. تخيلوا الجسم ده أصلا ملوش كثافة وله صلابة. كل ده اللي بيشكله الوعي الجمعي اللي اتكون حوالين الجسم خلال التاريخ. النور اللي جواك مش هيتحول
للطاقة الفعالة المطلوبة غير لما تنتبه انه موجود اساسا. عشان كده دي خطورة المحطة الاولى، الاعتراف والاقرار ان جواك نور، ونور قوي. اسأل نفسك سؤال بسيط جدا: امتى اخر مرة سمعت جواك صوت مختلف؟ مش صوت التفكير ولا الافكار، ولا صوت الخوف ولا المخاوف، مش صوت المجتمع ده اكيد، ولا الناس اللي حواليك، لكن الصوت اللي طالع من حتة جواك عمرك ما فهمتها، بس كنت حاسس انها اصدق جزء فيك. جات لي لحظة حسيت فيها ان الطريق ده مش طريقي، او قلبي اتشد لحاجة مش عارف ليه، او كنت ضايع وفجأة حسيت ان في نور بيقول لي كمل. ده يا جماعة مش خيال ولا وهم، دي مشاعر مبنية على لغة أعمق من الكلام، طالعة من جدرك. ده هو إدراك النور اللي طالع من الروح، الوعي الأول اللي من غيره كل الرحلة بتنهار. الوعي ده على فكرة معلن عنه في القرآن بوضوح، لما ربنا قال ونفخت فيه من روحي. آية مش بس للدلالة، لا، ده تعريف واضح وصريح إن جواك نفخة نور، لو نسيتها هتنسى نفسك. وفي الحكمة المصرية القديمة ما كانش النور حاجة غريبة عن الإنسان، كانوا شايفين إن الإنسان مكون من قوة النفس اللي هي كانوا بيطلقوا عليها اسم كا، وقوة الروح اللي هي كانوا بيطلقوا عليها اسم با. الاتنين على بعض اسمهم كا با. وبالمناسبة لما تقراها بالعربي تلاقيها اسمها كعبة، وهي دي هتبقى احدى المفاجآت في الحلقات اللي جاية. اتحاد الاتنين على بعض الكا والبا بيولدوا الشكل النوراني الأعلى للإنسان اللي كانوا بيطلقوا عليه اسم الأخ. وده حتى في لغتنا العامية لما تتعب تلاقي واحد بيقولك أخ أنا تعبت، عشان تعرفوا ان كل كلماتنا اصلها من المصريين القدماء. ده ما كانش رمز للموت، بالعكس ده كان رمز لليقظة، لحظة يصبح فيها الانسان نور فعال قادر على التأثير والابداع والخلق. لو ركزنا شوية على التشبيه ده اخ، هنلاقي ان فكرته موجودة في كل الثقافات باسماء تانية مختلفة. في الفلسفة اليونانية هي لحظة اليوديمونيا، في التصوف الإسلامي بيسموه لحظة الفتح، في البوذية بيسموه الاستيقاظ، في المسيحية اسمها ريزركشن الولادة الثانية. كلهم نفس المعنى، لحظة بتعرف فيها إنك نور مش مجرد جسم. الوعي بالنور هو بداية وجودك الحقيقي. المحطة التانية التنقية، الحاجات اللي بتحجب النور بتكبته. قبل ما نزود النور في المحطة اللي جاية لازم نفهم ايه اللي بيغطي عليه، اللي بيحجبه. اصل الحجاب مش دايما شيء سيء، لكن احيانا بيكون بس طبقة فوق النور. زي فكرة الالكترونيات لما بيسموا فيها الثيرمال نويز، الاشارة بتبقى موجودة وقوية لكن الضوضاء او الضجيج تمنعك انك تسمعها. هي نفس الفكرة بالظبط. نفس الشيء في حياتنا، المقارنات، جلد الذات، العلاقات السامة، الصوت اللي يقولك من جواك انت مش كفاية، الضغط اللي انت مش عارف ترتبه، الالتزامات، الاولاد، المشاكل، دي كلها مش ظلمات تطفي نورك اللي هو اصلا ما بيطفيش. دي مجرد ضوضاء ودوشة. لازم تعرف ان اغلب الحواجز والحجب اللي بتحجب نور الانسان مش جاية من احداث، لا، دي جاية من قصص وافكار مغلوطة انت في عقلك اخترعتها وصدرتها للسطح واسقطتها على الواقع. حد قال كلمة انت فسرتها على انها تقليل منك، موقف حصل انت شفته علامة ضعف، خسارة معينة اعتبرتها ان دي نهاية الطريق. شايف؟ كلها افكار ممكن تتفسر كده او كده.
لكن لما تبص للموقف تاني بعد سنين تلاقيه كان مجرد دفعة مش كسرة، حاجة بسيطة كده أثرت فيك مش هزيمة. أغلب اللي بيحجب نورك مش حقيقة أساسا، ده حكم قديم محتاج يتشال من جواك ومن عقلك. بليتو أعظم الفلاسفة أفلاطون قال الظلال ليست المشكلة، المشكلة إنك تفتكر إنها الحقيقة. هي دي الحقيقة. الحاجات اللي بتحجب نورك مش مؤذية، لأ، هي بس مقنعة زيادة عن اللزوم، وده أخطر ما فيها. ما تنساش الحقيقة إنك نور، والظلال دي مجرد حجب مش حقائق. ربك بيقول لا تزكوا أنفسكم، مش معناها تبص لنفسك بسوء، إياك إنك تحتقر نفسك، لكن معناها لو فضلت شايف نفسك من خلال عيوبك عمرك ما هتشوف نورك. لازم تبدأ تغير التفكير بتاعك. وانا عايز الفت نظركم وفكروا معايا، كم مرة قابلتوا حد شكله واثق جدا في نفسه وطاقته عالية واموره كلها تمام، لكن لما قعدت معاه 5 دقايق لقيت جواه حزن كبير، لقيت جواه تراكمات كتيرة او احساس ان اقل من غيره. الضوضاء والدوشة كانت اعلى من النور بتاع روحه. في المقابل انا قابلت ناس كتيرة ابسط مما تتخيلوا، ولا مشهورين ولا اغنياء ولا عندهم انجازات ضخمة، ناس بسيطة عادية، لكن والله اول ما اقعد جنبهم احس براحة وطاقة غريبة يحركوا جبال. الناس دي نورها هي اللي اعلى من الضوضاء والدوشة اللي عندهم. الفرق مش في الحياة هنا، الفرق في الوعي اللي عندهم. المحطة التالتة، الحاجات بقى اللي بتزود النور، انا احب اسميها زي الصوفيين التحلية. بعد ما نشيل الضوضاء والحجب نيجي للجزء الاجمل والاحلى، ازاي نلمع النور ده ونزوده. اصل النور ده يا جماعة زي العضلة بالظبط. ارجوكم احفظوا معايا الجملة دي، هنستخدمها كتير. بيلمع ويزيد بالتمرين والتجريب والاستمرارية والتكرار. ايوه، انك تتمرن وتجرب وتستمر وتكرر. في علم الاعصاب بيسموا ده نيوروبلاستيسيتي، المرونة العصبية. تقول ان عادة صغيرة جدا وبسيطة ممكن تغير الهندسة الدماغية في مخك حرفيا خلال اسابيع، يقال من 6 ل8 اسابيع او اكتر. تخيلوا، يعني الامتنان والشكر، الصمت والتدبر، الحضور، الدعاء، النيات الصافية، الكلمات الطيبة، عمل خير صغير قوي بس كل يوم تواظب عليه، حاجة بسيطة، كل ده يغير هندسة دماغك. ده علم. المحطة دي هي اللي فيها النور يبطل يا جماعة يبقى فكرة جوه القلب ويتحول لتيار حي، لايف كارنت. الله يمسيهم بالخير القدماء المصريين، ظلمناهم معانا لما اكتشفوا الحكة، الطاقة الكونية، وسخروها وعملوها طاقة اشتغلوا بيها. دول سكنوها حتى في التماثيل والمعابد، واحنا ظلمناهم وقلنا عليهم صحراء. القدرة الكونية اللي بتتجسد في النية والوعي. السيد المسيح عليه السلام قال كلمة بتلخص المعنى ده بدقة مذهلة. قال أنتم نور العالم فليضيء نوركم قدام الناس. وكأنه بيقولك النور اللي جواك ده هينتشر، وهو مش شهادة سرية، ده طاقة لازم تتجسد، لازم تبان في عمل، في أثر، في حضور. لما النور يتحول لسلوك يبدأ الواقع نفسه يشهد عليك. وهنا نضيف حاجة مهمة. في ناس بتفتكر ان النور محتاج أعمال ضخمة. لا، الكلام ده مش مظبوط، العبوا غيرها. لغة النور هي لغة الجودة.
النور بيحب الصغير والكبير، لكن يحب المتكرر والمستمر، يحبك تجتهد. 1% امتنان، 1% هدوء، 1% صدق أو قرب من الله يكفي إنه يغير حياتك كلها. في علم النفس بيسموا ده The Compounded Effect، التأثير المتراكم البطيء. نقطة نور فوق نقطة نور فوق نقطة نور، فجأة تلاقي النور غير نفسك، وبعدها شكلك، وبعدها طاقتك واختياراتك. ولو غير لك اختياراتك هيبقى معناه انه هيغير لك قدرك الغير محتوم، هتشارك في تشكيل قدرك. في الثقافة اليابانية بيسموا ده مفهوم أو نظرية الإيكيجاي. قالوا إن الكون كله عبارة عن التقاء 4 دوائر، أينما يلتقوا يتولد النور. الدايرة الأولى هي دايرة احتياج العالم لحضرتك، الدايرة التانية هي دايرة حاجة انت شاطر فيها، سكيلد، ماهر فيها. الدايرة التالتة حاجة انت بتحب تعملها، عندك شغف، باشن تعملها. الدايرة الرابعة حاجة بتعرف تكتسب منها رزقك وفلوسك. لما ال4 يلتقوا يحصل النور. ركز على سبب بسيط يخلي وجودك ده له معنى، وخلي بالك كل معنى يعني نور. لو تعمل 1% بس كل يوم، النور هيغير حياتك. المحطة الرابعة خريطة التنوير، التوازن أو التجلي زي في الصوفية ما بيقولوا. أصل ما فيش نور بلا توازن، وإحنا هنا هنتكلم عن التوازن أزعم بطريقة مختلفة عن أي حد تاني. مفيش روح بلا جسد، ولا جسد بلا روح. الكون كله نفسه قائم على نظرية الدايناميك إكويليبريم، التوازن الديناميكي بين قوى الجذب والطرد. لو واحدة زادت عن التانية حاجة بسيطة، الكون كله ينهار. The balance of nature، توازن الطبيعة. في حكمة قديمة في تعاليم البوذية بتقول إن الروح شبه وتر العود، لو شدته زيادة يتقطع، ولو رخيته ما يطلعش لحن. بوذا فهم الدرس ده كويس وقال: النفس لا تزدهر إلا على طريق بين الإفراط والتفريط. يعني هو الطريق المستقيم اللي عندنا بنسميه في الفاتحة. النفس لا تزدهر إلا على طريق بين الإفراط والتفريط. وعلشان كده الاتزان مش رفاهية، ده ضرورة للحفاظ على النور بتاعنا عشان يكمل من غير ما ينطفي أو يتحول لعمى. والعجيب إن كل واحد فينا عنده ميزان داخلي ربنا خلقه، توازن ما بين حاجتين: الاندفاع والتمهل، الشجاعة والحذر، العقل والقلب، الروح والجسد، الدنيا والآخرة، العمل والراحة، الأخذ والعطاء. أرجوكوا خلوا بالكم من الحكاية دي، لأن من أكتر الحاجات اللي لما بتختل نورك كله بيتلخبط. لازم تدي وتاخد تقريبا قد بعض. لما كفة ترجح زيادة النور يتشوه، لما يتساووا بس النور ساعتها يبان ويلمع. والغريب انك تقدر تحس بالتوازن ده حتى جسمانيا. تبقى قاعد فجأة تحس براحة وكأنك وصلت لنقطة كده تمام. ده مش مزاج، ده اسمه ضبط طاقة. جسمك كله حصل فيه توازن. ولما ربنا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ناس كتير افتكرت ان الوسطية هنا هي مجرد الاعتدال في الأحوال. أنا آسف، الوسطية هنا هي الوسطية بتاعة النفس بين الروح والجسد. لأن الأمة اللي مش متوازنة ما تقدرش تشهد
والشهادة هنا مش معناها شهادة في محكمة، دي معناها مقام الشهادة اللي هو ناس كتير افتكرته ان هو الموت في سبيل الله بس، لكن هو مش بس، هو في مقام اسمه مقام الشهادة ناله سيدنا رسول الله، لأنه هو النفس الكاملة اللي قدر يتوازن ما بين الروح والجسد. عايز تفهم فكرتي؟ اسمع معايا قصص الناس دي عشان أقرب لك أنا عايز أقول لك إيه. أريانا هافينغتون مؤسسة هاف بوست وقعت على الأرض مغمى عليها من الإرهاق، ودماغها حرفيا اتشقت من الضغط. في اللحظة دي اكتشفت ان النجاح اللي كانت بتجري وراه سنين كان بيكلفها حياتها، ومن هنا بدأت رحلة إعادة تعريف النجاح وبناء توازن جديد. وكتبت في مذكراتها الكلام ده، إنها اكتشفت نفسها بعد الحادثة دي وقدرت توصل للتوازن الجديد في حياتها. ستيف جوبز لما اكتشف إصابته بالسرطان كل الإنجازات اللي عملها صغرت فجأة. قالها بنفسه في مذكراته: النجاح الحقيقي إنك تعيش الحياة اللي تخصك، مش اللي الناس مستنياها منك ومتوقعاها. ومرضه كان لحظة انطفاء وبداية نور داخلي مختلف تماما عرف يوصل بيه للتوازن اللي مطلوب. راي داليو مؤسس صندوق بريدج ووتر خسر شركته وكل فلوسه وكل أملاكه في يوم واحد تقريبا، انكسار ضخم، لكنه كان النقطة اللي فهم فيها معنى التواضع والبداية الحقيقية لبناء عقل متوازن. بيقول إن السقوط كان أهم درس في حياته وصله للتوازن المطلوب في حياته. المحطة الخامسة، نقطة التشبع، المرجعية، منتصف الدائرة، العلامة اللي هنرجع لها. دي المحطة اللي كل واحد فينا عايش بيدور عليها ومش بياخد باله إنها حصلت له قبل كده، ممكن أكتر من مرة. إحنا هنتكلم عنها هنا في الحلقات دي بطريقة مختلفة برضو. علماء الأعصاب بيسموها flow state، لحظة بيتوحد فيها المعنى والوعي والإحساس. الزمن يبطأ ونفسك يتظبط، توصل لنقطة التشبع، نقطة الارتكاز، النقطة اللي تحس فيها إنك أنت بس بسلام من غير خوف ولا ضجيج. وهنا نضيف بعد مهم جدا، نقطة التشبع دي مش دايما بتحصل في لحظة روحانية تقيلة، مش لازم معجزة، أحيانا تحصل في لحظة بسيطة وانت قاعد بتضحك مع شخص حبيبك، وانت بتشم ريحة البحر واليود بتاعه، وانت بتسمع دعاء هز قلبك من جوه، وانت سايق في طريق فاضي بالليل وبتسمع مزيكا اتأثرت بيها، او انت سايب الدنيا كلها وبتتنفس نفس عميق. ايوه، كل الحاجات دي توصلك لنقطة الارتكاز، لحظة تقول فيها اللهم لك الحمد، انا حاضر، انا موجود. اللحظة دي يا جماعة هي النسخة اليومية الصغيرة من التشبع الكبير اللي احنا عايزين نثبتها. في الهندوسية شرحوا الفكرة دي بطريقة بسيطة على لسان كريشنا وهو بيكلم أرجونا في البهاجافادا جيتا، كتاب الحكمة بتاعهم. قال إن البحر رغم آلاف الأنهار اللي بتصب فيه بيفضل ثابت عند نقطة، لأنه وصل لحده الطبيعي، نقطة امتلاء. القلب المستنير بالنور هو كده بالظبط، يوصل لنقطة يعرف فيها إن الزيادة مش هي اللي هتزوده ولا النقصان هو اللي هينقصه، يثبت زي البحر، يبقى واصل عند نقطة متوازن فيها. والوجوديون بيقولوا إن في لحظة من حياتك حسيت فيها إنك مفهوم، مقبول ومحبوب من غير ما تعمل أي حاجة. اللحظة دي مش ذكرى، ده توقيع، الفيرما بتاعتك، التشيك ان بوينت اللي هتقدر ترجع لها على طول. هنا كان نورك كامل، ودي العلامة اللي احنا هنساعد بعض نرجع لها على طول. واحنا في اول حلقة مش مطلوب منك اي حاجة،
مطلوب حاجة واحدة بس، مطلوب انك تصدق ان في نور جواك. من فضلك مش لازم لا تطوره دلوقتي ولا تزوده ولا تعمل اي حاجة خالص، مفيش خطوات كبيرة، بس انا بترجاك انك تشوفه، تعترف بيه، تقر ان في نور جواك. والكلمة دي مهمة جدا، اصل النور ما بيبانش بالعافية ولا بالاجبار ولا بالعجلة والتسرع. النور يبان لما تبطل تفتش عليه بره وتبدأ تبص جوه، لما تعترف ان في نور جواك. الحلقات اللي جاية هنفصل كل محطة علميا ودينيا وروحيا ونفسيا، وبقصص ناس حقيقية، ناس ما كانش عندهم سبب واحد يخليهم ينجحوا، على العكس كان عندهم كل مبررات الفشل، لكن لما تعرفوا وشافوا النور اللي جواهم الدنيا كلها اتغيرت. احنا مش بنصنف الرحلة، لا دين ولا علم ولا فلسفة، احنا عايزين نعيش ونجرب النور ونستقبله ونرجع لنقطة التشبع ونبدأ سوا طريق عمر جديد. كل اللي طالبه منكم من فضلكم افتحوا برجل الأفكار، تقبلوا كل المفاهيم، اعملوا ثورة على المحظورات أو ما نسميه محظورات. احنا مش هنعمل حاجة غلط لا سمح الله، احنا هناخد اللي هيناسب نورنا وهنسيب على جنب اللي مش هيناسبه. العقل المستنير هو العقل الحر، والعقل الحر لازم ينفتح على كل الأفكار. يا جماعة ده خالق الكون، أنزل الحقائق على كل العقول والمشارب والمدارس والأديان والشرايع. يقال إن في دورة المعارف الكونية 12 مشرب، 12 عين مذكورين مرمزين في القرآن الكريم. فتخيل احنا زنقين نفسنا في مشرب واحد وبفهم علامته عشرية مش كاملة. كل الأديان نزلت عشان تحاكيك انت، بتحكي قصتك انت. السماوات السبع هي مقامات نفسك السبعة انت، والأرض هي جسمك انت، الجنة والنار جوه مخك انت، والعذاب والنعيم اسقاطات من عندك انت، والفتح اللي ربنا قاله إن فتحنا لك فتحا مبينا مش بيكلم بس بيه سيدنا محمد، ده بيكلمك انت. كل الرسل والأنبياء والملائكة اسقاطات من داخلك انت. افتكر معايا مقولة الإمام علي: باب مدينة العلم، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فيك انت، ولغاية اما نتقابل خلوا نورنا شغال، النور اللي جوانا.